صلي على النبي عزيز الاهلاوي، اهدى كده وبص للجانب الحلو في الموضوع. حصل اللي بنسبه 99% كان هيحصل. انت بتلاعب ريال مدريد في ماتش رسمي، ريال مدريد اللي خد الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت وهو مش احسن فريق، ريال مدريد اللي بيعرف ازاي يكسب ويجيب البطوله. هنتكلم في الماتش النهارده، بس قبل ما ندخل في الحلقه لو اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك وتفعل زرار التنبيهات، ولو بتشوفني على الفيسبوك يا ريت تدوس لايك وشير. اول حاجه كده حابين نتكلم فيها ان ده يا باشا ماتش انديه قرون كده مع بعض، فنادي القرن الحقيقي بتاع فريق فاركو خليه في حاله. لو رجعنا قبل الماتش كده وشفنا الحاله اللي عليها جمهور النادي الاهلي هنتبسط ونفرح من جوه. التوقعات كانت عاليه جدا، الناس كلها متاهبه ان النادي الاهلي ممكن يعمل نتيجه ايجابيه مع فريق ريال مدريد. كولر واللعيبه دي حطتنا كده في سيناريو ان احنا ليه لا ما نكسب ريال مدريد ونوصل نهائي، ودي في حد ذاتها حاجه بجد محترمه جدا. انا ليا واحد صاحبي زملكاوي احتمال يكون بيتفرج على الفيديو دلوقتي، مكلمني قبل الماتش بكام ساعه بيقول لي ربنا يستر والاهلي ما يكسبش عشان دي هتبقى ليله سوداء علينا طول العمر. قلت له يا ابني صعب جدا، ده ريال مدريد وده ماتش رسمي مش ماتش ودي. قعد يقول لي ربنا يستر، وبعد الماتش كميه الفرحه اللي هو كان فيها ما تتخيلوهاش. قلت له كلمه واحده بس، انا مبسوط ان النادي الاهلي واللعيبه بتاعته حطت الشك في قلبك ان احنا ممكن نكسب ريال مدريد ونعدي في بطوله رسميه. قال لي والله يا ابني كنت خايف فعلا. فالحاله دي لوحدها اللي حطها لعيبه النادي الاهلي بجهازهم الفني في قلوب المصريين دي حاجه كبيره قوي. وعلى فكره الزعل اللي زعلانينه الناس بعد الماتش نتيجة الحالة اللي اللعيبة دي حطتهم فيها. البداية ان الراجل بادئ الماتش ده باربع لعيبة في الخط الامامي كان مريحهم الماتش اللي فات، يعني بادئ بالشحات وهو كان مريح، محمد شريف وما كانش بادئ اساسي ماتش سياتل، احمد عبد القادر برده ما كانش بادئ، ومجدي قفشه برده ما كانش بادئ. الراجل كان عامل حسابه اكيد انه لو طلع من سياتل لازم اقابل ريال مدريد وانا جاهز. طبعا هنقعد نقول كان ممكن يعمل احسن من كده ويبدا بكذا ويغير كذا وما يغيرش كذا، كل دي سيناريوهات بنقولها بعد ما الماتش خلص. انما لو الراجل ده كان عمل الاعجاز وكسب ريال مدريد كنا هنقول بقى يا باشا بص الخطه ولعب 4-2-3-1 قصاد ريال مدريد وما عملهاش في الماتشين اللي فاتوا، والراجل نزل بشخصيه الاهلي وما خافش من ريال مدريد وكنا هنشيله فوق الاعناق. فبالتالي الكلام سهل بعد ما الحدث بيخلص. انما برضه هنتكلم عن شويه حاجات كنا شايفينها ان هي لو حصلت ممكن كانت النتيجه تبقى احسن من كده. وعلى فكره الجماهير مش زعلانه عشان الهزيمه بس، الجماهير زعلانه ان الماتش في اخر 5 دقايق فلت مننا والسكور طلع 4. يعني الماتش ده لو كان خلص 2-1 كنت هتلاقي الناس خارجه بتسقف للعيبه وبتقول عملتوا اللي عليكم، لان هم في معظم اجزاء الماتش عملوا اللي عليهم واحرجوا ريال مدريد فعلا. يا راجل ده انا شفت بعناية لعيبه ريال مدريد في اجزاء كتيره من الماتش بتموت الماتش وبتضيع وقت. كمان حظ النادي الاهلي سيء جدا في البطوله دي، ان كل مره انت تمشي في طريق بطل اوروبا، من سنتين خرجك بايرن ميونخ والمره دي خرجك ريال مدريد. وعلى فكره الماتش ده كولر لعبنا قدام ريال مدريد، ما تقارنش ابدا الماتش بتاع امبارح ده بالماتش اللي من سنتين قصاد بايرن ميونخ. انت قصاد بايرن ميونخ حرفيا انت كنتش بتعدي نص ملعبك وجابوا عليك 2-0 وانت ما عملتش ولا هجمه تقريبا على فريق بايرن ميونخ. انما انت المره دي كنت ند ومضيع كور وجبت جون وعامل شغل عالي جدا في الماتش، وده قصاد ريال مدريد، ريال مدريد اللي اسمه اعلى كتير جدا من بايرن ميونخ. المهم نرجع تاني البدايه. قبل الماتش كلنا سمعنا تحليلات كتير وازاي نعمل وازاي نسوي، ولكن انا وقفت عند حاجه واحده قالها تامر بدوي قبل الماتش، ولما كنت بتفرج على الماتش ما جاش في بالي غير تامر بدوي، حته ان هو يعمل سويتش بين محمد عبد المنعم ومحمود متولي، لان الجبهه بتاعت فينيسيوس اكيد اخطر بكتير جدا من جبهه فالفيردي، وبالتالي محمد عبد المنعم اقوى واشرس واسرع فيامن الجبهه دي مع محمد هاني. وده اللي احنا عانينا منه فعلا طول الماتش. ورغم على فكره ان فينيسيوس جونيور ما كانش في احسن حالاته، الراجل ده لو كان فايق كنا شفنا شغل تاني خالص. فمحمد هاني قدر لوحده يسد بشكل كبير جدا مع فينيسيوس جونيور، خصوصا ان محمود متولي ما كانش في احسن حالاته، كان دماغه بره الماتش خالص. فدي حاجه احنا لمسناها بعينينا. النقطه الثانيه ان انت تلعب 4-2-3-1 قصاد ريال مدريد وتستغنى عن طريقه 4-3-3 بالثلاثي الفولاذي بتاعك ديانج وحمدي فتحي والسوليه وتعتمد على مجدي قفشه من بدايه الماتش، دي برضو انا كنت شايفها نقطه مش قد كده، خصوصا ان مجدي قفشه مش هو اللاعب الخارق اللي هيعمل لك الفرق الكبير قوي ده. والنقطه الثانيه ان ريال مدريد قدرت تستغل المشكله دي بشكل كبير جدا عن طريق اللعب بين الخطوط، عن طريق رودريجو اللي كان بيسقط ويستلم في ظهر ديانج والسوليه، ودي كانت نقط تحركاتهم وتوزيعهم للعب يمين وشمال او حتى محاوله التسديد على الشناوي. انت شفت العيب ده بعينيك زي ما كلنا شفناه، برضو ما اتدخلتش فيه. كلنا بشر وبنغلط، بس مستر كولر لحد ماتش ريال مدريد العلامه الكامله او حتى بعد الماتش ده كده كده النتيجه كانت شبه محسومه من قبل ما الماتش يبدا. ويعني كوره مجدي قفشه اللي جت الشوط الثاني اللي عملها له حسين الشحات عرضيه وشاطها
لو كان دخل الجون وبقينا 2-2 كنا هنقول على مستر كولر ده شعر واحاديث، ومحمد مجدي قفشه ده كان هيتشال تاني ويترفع له القبعه وحاجه كده يعني ايه ولا في الاحلام. يعني كله كلام بعد الماتش بعد ما الحدث خلص، كلام سهل قوي بعد الماتش. المهم ان اول ربع ساعه من الماتش النادي الاهلي نازل مهزوز وخايف بحكم الاسم، ولكن بعد ربع ساعه بدانا نمسك كوره. على فكره الربع ساعه الاولى دي اللي كنا مهزوزين فيها محمد هاني كان باين بشكل كويس جدا وماسك نفسه، وكل كوره بيضغط على فينيسيوس جونيور ذبح له القطه كده من قبل ما الماتش يبدا. وبعد الربع ساعه دي بدانا نمسك كوره ونتواجد في نص ملعب ريال مدريد، وبدا النادي الاهلي يبقى شكله حلو. الكلام ده عمرنا ما شفناه يا جدعان قصاد بايرن ميونخ. انت بتلاعب ريال مدريد مع احترامي للجميع يعني ده مش فارقه. انت متخيل ان الشوط الاول اللي انت طالع فيه مغلوب 1-0 مضيع انفراد لشريف برجله الشمال يحطها في السماء بدل ما كان يلعبها تحت لاحمد عبد القادر، مضيع كورنر جميل جدا من راس محمد عبد المنعم، والضربات الثابته في الماتش ده كانت هايله من علي معلول، مضيع كوره لحسين الشحات اللي كان واخد كامافينجا غسيل ومكوى. والله انا ما بقيت عارف ده كامافينجا ولا جوناثان نجوين بتاع فريق فيوتشر، حط واحده كده في الدقيقه شالها الحارس بتاع ريال مدريد. يعني انت مضيع 3 كور 3 اهداف في الشوط الاول بس على ريال مدريد، اي واحده من دول تدخل كان زمانك اتعادلت. طبعا ريال مدريد عمل عليك مشاكل، يعني الانفراد بتاع فينيسيوس اللي طلع عليه الشناوي حلو وحطها جنب العارضه كده، والانفراد بتاع رودريجو اللي شالها من فوق الشناوي وحطها في العارضه، وشوطه كده من بره قدر الشناوي يمسكها على مرتين لحد ما يجي الجول فينا بغلطه من اليو ديانج، غلطه ساذجه جدا باشتراك من اليو ديانج ومحمود متولي. يعني محمد عبد المنعم طلع الكوره براسه في نص الملعب، يا باشا احدفها على اي جنب من الاجناب، بترجعها ليه تاني وتزنق محمود متولي في فينيسيوس جونيور؟ لعيب رخم وسريع وغتت وخطفها منه. صحيح محمود متولي برده ما كانش في كامل تركيزه وكان ممكن يشتت، بس بدايه الغلطه اصلا من اليو ديانج، لان مفيش حد هيتوقع ان انت هترجع لي الكوره دي قصاد ريال مدريد. محمود متولي يتحمل اكتر الغلط، بس برده اليو ديانج لازم يتحمل الغلط معاه، ويخلص الشوط الاول 1-0 والنادي الاهلي كان شكله كويس وباين ند بشكل كبير جدا. وابرز 2 لعيبه في الشوط الاول كانوا حسين الشحات ومحمد هاني. يلا بينا نروح على الشوط الثاني. سيبنا الشوط الاول واحنا مغلوبين 1-0 وبغلطه ساذجه جدا ضيعت مجهود مستر كولر اللي كان مخلي شكلك الى حد كبير حلو جدا قصاد بطل اوروبا وبطل العالم. وننزل اول كام ثانيه برده مفيش تركيز، استغلوا الحته اللي ورا عمرو السوليه واليو ديانج اللي الحقيقه الاثنين كانوا اوت اوف فورم خالص النهارده، وتتلعب بينيه سهله جدا من وسط قلبين الدفاع بتوعنا. ورغم كده محمد الشناوي يتعامل مع تسديده رودريجو وتروح بقى فالفيردي برده محدش عايز يتابع، اليو ديانج مش رايح يأخر او يسد مكان الكرة اللي اتردت دي ويلحق الكرة التانية، ففالفيردي بقى يلم براحته ويحط الجون التاني عشان تبقى داخل الشوط التاني بدل ما 1-0 بقيت 2-0. وعلى فكرة ماتش زي ده بالظروف دي كان ممكن الفريق فك منك وطلع بقى 5 و6 و7، ورغم كده برضو ما حصلش. لازم نقف على الايجابيات دي يا جماعة. انت وانت 2-0 عملت ايه بقى؟ عملت شوطة من حسين الشحات جنب القايم، جبت جون التعادل عن طريق علي معلول من ضربة جزاء بعد الكرة الجميلة اللي عمل فيها اسيست حسين الشحات لما لم كامافينجا او جوناثان نجوين زي ما تحب بقى. حسين الشحات عمل الكات باك حلوة جدا لمجدي قفشه اللي شاطها فيرست تايم في السماء، واقف حلو ومحدش ضاغط عليك، والكرة ملعوبة بالمسطرة، يا عم حط اكبسها من فوق لتحت في زاوية خلصت. الكورنر اللي رفعه علي معلول على راس طاهر محمد طاهر وحطها براسه في الدقيقة وقدر يشيلها حارس ريال مدريد. وده بيعكس ان النادي الاهلي عنده شخصية البطل. يا جدعان موجودة في النادي الاهلي. اما تبقى 2-0 وبتعمل الليلة دي وترجع بالنتيجة 2-1 وكنت ممكن تتعادل، ولو الكور دي كانت جت كنت ممكن تبقى 3-2 كمان. ريال مدريد كنت شايفها بتدافع في نص ملعبها، ده محمد عبد المنعم كان واقف عند الخط بتاع نص الملعب، ده ماتش رسمي ودي ريال مدريد. يخرج ديانج وشريف وينزل تاو وحمدي فتحي، والحقيقه حمدي فتحي لما نزل كالعاده يعني راجل مقاتل واسد في الملعب، وكان بيلعب كده قصاد فريق كانه بيلعب اي فريق عادي، بيقطع الكره وبيجري وبيعمل سبرنتات، حاجه محترمه جدا. وفي الدقيقه 85 ضربه جزاء على السوليه لبسها له فينيسيوس جونيور، والحقيقه عمرو السوليه طول الماتش كان اوت اوف فورم وبره التركيز، واستغربت جدا ان هو ابقى عليه وطلع اليو ديانج. اليو ديانج ما كانش احسن حاجه، بس عمرو السوليه ما كانش بيديك ولا دفاع ولا هجوم وكان بطيء جدا. الكره تقريبا بتاعت فينيسيوس اللي في الشوط الاول دي عمرو السوليه بيحلق عليه عشان تطلع اوت، راح واخدها من بين رجليه. لحد كده الدنيا تمام، النتيجه 2-1 و8 دقايق وقت بدل ضايع. نخش في الوقت بدل الضايع اللعيبه تفك تماما، ومش قادر افهم ليه. هل مثلا يئسوا ان هم يتعادلوا فخرجوا بره التركيز ده كله؟ نلبس جونين اسوأ من بعض وبيتلعب عليك كانها تقسيمه والماتش يخلص 4-1. ويلا بينا نروح على الملاحظات. اول ملاحظه ان احنا بنعترف ان حظنا سيء جدا في البطوله دي،
دايما يقف في طريقك بطل اوروبا، ولولا الموقف ده كان زمانك وصلت النهائي على الاقل مره قبل كده. الهلال ملاعب الوداد في فلامينجو بقى في النهائي، فيعني بصراحه الحقيقه يعني مش عارف اقول ايه. الملاحظه الثانيه ان الماتش ده انت لعبت كوره، عكس ماتش البايرن وعكس الماتش اللي كان مع موسيماني. كولر لعبك كوره قصاد ريال مدريد، ولولا سوء الحظ والهفوات والاخطاء الساذجه كان زمان النتيجه راحت لحته تانية. وكمان لولا استغلال الفرص اللي مش هتجيلك كتير. ده انا كمان نسيت اقول الكرة اللي حطها كهربا سهله في ايد الجون في اخر الماتش. يعني انت وصلت ومضيع والحارس بتاع ريال مدريد ظهر. النقطه الثالثه ان للاسف النتيجه دي ما تعبرش عن احداث اللقاء خالص، ولكن للاسف التاريخ ما بيعرفش غير النتائج. لما يعدي 100 سنه هيقول ان النادي الاهلي قابل ريال مدريد في بطوله كاس العالم للانديه وريال مدريد كسب 4-1. فدي فعلا الحاجه اللي تحزن بقى، ان الماتش ده لو كان خلص 2-1 كانت ممكن الموضوع يبقى اهدى شويه علينا. احنا ما نستحقش السكور ده خالص. النقطه اللي بعد كده ان كولر عمل ماتش معقول الى حد ما، بدليل ان انت جريت ريال مدريد في احداث كتير من الماتش، ولكن التغييرات كانت مش قد كده. يعني مجدي قفشه ان هو بدا بيه بدايه الماتش ما كانتش حلوه قوي. التبديله بتاعت عبد المنعم ومتولي برضو اللي ما اتعملتش اعتقد كانت فرقت كتير. تغيير حسين الشحات ما كانش ليها اي 30 لازمه، لان كل الخطوره كانت من عند حسين الشحات. جايب لك ضربه الجزاء، عامل الكره بتاعت قفشه وشاط كره جنب العارضه ورايح جاي واخد كامافينجا غسيل ومكوى. فانك تطلع احسن لعيب في الماتش في الوقت ده كانت غريبه جدا، خصوصا ان انت كنت مريحه الماتش اللي فات. وطبعا كلنا شفنا التغيير ده على وش حسين الشحات وهو خارج متضايق. مش هتجيلك فرصه ان انت تلعب قصاد ريال مدريد كتير وتعبر عن نفسك. على فكره الماتش ده بيبين شخصيه حسين الشحات نفسها من جوه، ان انت تلعب بامكانياتك قصاد فريق زي ده وتبين نفسك وتعمل مشكله للدفاع بتاع ريال مدريد. فده بيبين قد ايه حسين الشحات واثق في نفسه وعارف امكانياته. النقطه اللي بعد كده ان انت بتلاعب ريال مدريد، فالفرص الضايعه مش هتجيلك تاني. انت ما بتلاعبش الداخليه ولا حرس الحدود مع احترامنا ليهم، لا انت بتلعب ريال مدريد، فبنص فرصه لازم تجيب جون. لو حسبت الكور اللي جت لريال مدريد ونسبه استغلالهم للفرص هتعرف ان احنا لو كان عندنا لعيبه بتفنش حلو كان زمانك كسبت الماتش ده. النقطه اللي بعد كده وهي مهمه جدا، ان احنا الماتش خلاص خلص لازم نقفل صفحته ومش عايزين نأثر على الماتش الجاي، لان فلامينجو مغسول قصاد فريق الهلال وخسران 3-1 وجاي طبعا عايز يسعد جماهيره. جماهير البرازيل في الكوره عاملين زينا كده مجانين كوره، فبالتالي لازم نركز في الماتش ده لان فلامينجو فريق مش سهل وفريق رخم، وعايزين على الاقل نرجع بميداليه المركز الثالث مرة تالتة ولا رابعة. النقطة اللي بعد كده خدنا بالنا منها ان الوينجات بتاعت فريق ريال مدريد او خط الهجوم كله مذاكر محمد الشناوي كويس جدا، وعارف ان الشناوي في الانفرادات بيطلع بيفرش نفسه بالعرض، وبالتالي الكرة بتاعت رودريجو حطها من فوقيه جت في العرض، الكرة بتاعت فينيسيوس اتشبايه من فوق محمد الشناوي، الجول الاخير برضو اتشبايه من فوق محمد الشناوي. فالمفروض محمد الشناوي زي ما قرا ان هم عملوها معاه مرة واثنين وثلاثة، فكان على الاقل ثبت شويه وركز وما رماش نفسه على الارض في الكور اللي بعد كده. اعتقد كان ممكن الاداء يبقى احسن من كده، رغم ان محمد الشناوي من نجوم الماتش وشايل كوره ضربه جزاء من مودريتش وحاجه محترمه جدا، بس يعني المفروض الواحد يكون عنده شويه ذكاء في الملعب. اخيرا شكرا رجاله النادي الاهلي على التشريف اللي عملوه لنا قصاد ريال مدريد، شكرا مستر كولر على البطوله كلها وعلى كل مسيرته معانا لحد دلوقتي، وشكر خاص طبعا لجماهير النادي الاهلي اللي سافرت ورا الفريق تشجعه وحتى اللي اتفرجوا على التلفزيونات في البيوت. الافضل من وجهه نظري النهارده حسين الشحات ومحمد هاني وحمدي فتحي لما نزل ومعاه محمد الشناوي. اما بالنسبه للاسوأ النهارده فهو عمرو السوليه ومحمود متولي. في النهايه عرض لك للنادي الاهلي وجماهيره الخساره المتوقعه. ان شاء الله الماتش الجاي نعمل اداء احسن وناخد ميداليه المركز الثالث. ده كان كل حاجه النهارده، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.